لو انت مبرمج وعاوز تزود انتاجيتك 10 اضعاف، شوف الفيديو ده. 29 اكتوبر 2024 خرج علينا ساندر باتشاي CEO بتاع جوجل، قال لنا ان اكتر من ربع الكود اللي بيتكتب في جوجل دلوقتي بقى بيتكتب بالاي اي. 5 نوفمبر 2024 سام التمان كان في انترفيو سيل مين اكتر ناس بتقدرهم في الاي اي فيلد دلوقتي، قال لهم الناس اللي ورا كورسر. Who do you most respect in AI today, Sam? Let me give a shout out to the Cursor team. I mean, there's a lot of people doing incredible work in AI, but I think to really do what they've done and built, I thought about like a bunch of researchers I could name. But in terms of using AI to deliver a really magical experience that creates a lot of value in a way that people just didn't quite manage to put the pieces together. مين الناس اللي ورا كورسر وايه هو كورسر وازاي المبرمجين بيستخدموه عشان يعلوا البرودكتيفيتي بتاعتهم؟ ده اللي هنتعلمه في الكورس بتاع النهارده. الفكره في كورسر ايه؟ هم عباره عن 4 شباب خريجين MIT، كان عندهم 23 سنه، واول ما شافوا الاي اي عمال يكبر بشكل غير معقول قرروا ان هم هياخدوا الكود بتاع فيجوال ستوديو كود واللي هو اوبن سورس اصلا، وهينهانس فيجوال ستوديو كود بكميه اي تولز بحيث تسهل على المبرمجين وتخلي الانتاجيه بتاعتهم تتضرب في 10. طب ايه اللي يخلي كورسر مختلف عن اي اي كود اسيستنت تاني؟ اول حاجه انك ممكن تغير السيستم برومبت، يعني انت ممكن تقول له تحكم بالظبط انت عاوز الكود بتاعك يبقى جنريتد ازاي، ودي هنغيرها مع بعض. تاني حاجه انك تغير الموديل، انا عاوز شات جي بي تي، انا عاوز كلود، انا عاوز اي حاجه الموديل انت بتقدر تتحكم فيه. تاني حاجه انك في كل بروجكت ممكن تحط رولز، بحيث انا شغال مثلا فرونت اند فانا عاوز رولز معين، انا شغال باك اند انا عاوز رولز مختلفه، انا شغال ديفوبس، انا شغال اودو، انا شغال جيم ديفلوبمنت، انا شغال اب ديفلوبمنت، كل حاجه بيبقى ليها رولز مختلفه. فالسيستم برومبت بيبقى غالبا هي الجنرال برومبت، والكورسر رولز دي بنخلي كل بروجكت شغال بشكل مختلف. هناخد امثله على برومبتس كتير هنا في الكورس ده. تاني حاجه انك التيرمينال نفسها تقدر تجنريت فيها كود، بحيث تكتب باش سكريبت، ممكن تكتب اي كود في التيرمينال. يعني انا ممكن اقول له هنا مثلا ران دوكر فايل مثلا، هو هيكتب لك الكود، ومجرد ما اتك عليه الكود هيشتغل. في نفس الوقت اي باجز هتطلع سواء تيرمينال باجز هتقدر تديها له ويصلحها لك. ثالث حاجه عندك كميه تولز مش طبيعيه تقدر تساعدك اثناء البرمجه، يعني بدل ما هتروح تدور على الحل في الانترنت، لا انت تقدر هنا تسيرش على الانترنت براحتك، تخش على الويب تكتب اللي انت عاوزه. طب انا عاوز دوكيومنتيشن معين تقدر تعمل له ريفرنس برضو، يعني هتخش هنا تكتب دوكيومنتيشن وتختارها وهنعمل دوكيومنتيشن مع بعض. طب انا عاوز جيت ريبوزيشن معين، تقدر نفس الفكره ريبو معين تقدر تمنشنه هنا، بحيث تاخد الكود يبقى جنريتد سواء من الويب سواء من الريبو المعين ده او سواء من دوكيومنتيشن معين. في نفس الوقت انا اقدر اريفرنس اي فايل انا عاوزه، اقدر اريفرنس اي كود انا عاوزه، اقدر اريفرنس الكود بيس بتاعي كله. مديه كميه تولز هتساعدك جدا كمبرمج. الاوتو كومبليشنز يمكن دي المتفق مع كل الكود اي اسيستنت هيكمل لك الكود بتاعك. ميزه كمان بتميز الكورسر انك في ممكن تعمل سبيسيفيك كود بلوك، يعني انا ممكن اخد الحته دي واقول له اكتبها لي بشكل معين او غير الحاجه فيها معينه. الحاجات المميزه جدا انك تقدر تريد ايمجز في كورسر، يعني ممكن تديله الايمج ويطلع لك الكود بتاعه. من الحاجات المميزه جدا برضو، يمكن دي اكتر ميزه في كورسر واللي مخليه الناس كلها مجنونه بكورسر، ان تقدر تكريت وتedit على مالتيبل فايلز في نفس الوقت. يمكن دي من اقوى الحاجات، مش اقوى، هي دي اقوى حاجه في كورسر حرفيا. حاجه كمان بقى اللي هو انتجريتد مع اي تولز ثانيه، بحيث هتعلي البرودكتيفيتي بتاعك، بدل ما هي في 10 تضرب في 20%. يعني احنا هنعمل اصلا CRM من A to Z هنعمله حوالي في 10 دقائق او 15 دقيقه. كورسر بجد الكورسات المميزه جدا هتخليك في حته ثانيه خالص. هنمشي ازاي؟ اول حاجه هنتعلم اساسيات في كورسر، وبعد كده هنعمل مشروع كامل في كورسر فرونت اند وباك اند، وهنتكلم حاجات في وود، وهنتكلم في الباش سكريبت، كل ده باستخدام كورسر. ازاي نحمل كورسر وازاي نتعامل معاه اصلا وازاي نظبط السيتنجز بتاعته؟ اول حاجه هو مش مجاني، هو $20 في الشهر بس، بيديك 14 يوم تقدر تجرب فيه براحتك كورسر. هو بصراحه لما تستخدمه هتعرف اللي هو لا يستاهل الضجه بتاعته ديت. يعني اول حاجه هنساين ان، او لو انت ما عندكش الاكونت هتساين اب عادي. ماشي انا هكمل جوجل. حلو، اول ما تخش نزل البرنامج، اول ما ينزل هتشغله عادي. حلو، هيظهر لك اذا كان عاوز ياخد كل السيتنجز اللي لو انت عندك اوريدي فيجوال ستوديو كود، فهيقول لك اللي هو انا هاخد السيتنجز اللي هناك. بس الفكره اللي هو ليه سيتنجز مختلفه شويه، هنجيبها من هنا السيتنجز بتاعته هنفهمها مع بعض. يعني هي دي هتفرق كتير جدا في ازاي بتتعامل مع الكورسر.
اول حاجه هي الرولز في الاي اي. الرولز في الاي اي هي السيستم برود بتاعك، وهي الرولز الايديتور كله هيمشي عليها في كل البروجكتس، وبالتالي هي لازم تكون عامه، يعني بتضمن كل حاجه، المينتينابيلتي والسكيورتي والريدابيلتي وكل الكلام ده كله. طب هنفترض ان انا مش عارف اكتب ايه بالظبط، وهفترض ان انا مش عارف الاسبكتس اصلا اللي انا ههتم بيها. هروح هنا لكلود واقول له وات ار ذا موست امبورتنت اسبكت تو كير، هو البروجرام، فهيكتب لي الاسبكتس المهمه كلها، هتبقى المينتينابيلتي والسكيورتي وكل الكلام الجميل ده، بس هيكتبها بشكل بوينتس والكود كواليتي، هاخد اللي هو كاتبه بالظبط، يعني مش هخلص فيه كتير. حلو، هروح له تاني في شات منفصل واقول له you are prompt engineer write a prompt to instruct AI code assistant for the following. هروح جاي منزل له الكلام ده كله، هيكتب لي برومت محترمه، اخدها احطها كوبي بيست في الاي اي رولز. اوكي اها انا ممكن اغير فيها اي حاجه لو انا عاوز طبعا يعني. اوكي بس مش عاوز اكتر من كده، لكن هنا كمان كتير، انا ممكن اقلل عن كده كمان، بس انا كده عملت الرولز بتاعت دي، هتبقى الجنرال رولز بتاعت كل بروجكت. في حاجه اسمها كارسر رولز بقى، او كارسر رولز فايل، دي هتبقى لكل بروجكت. هنعملها لما نيجي نعمل بروجكت باذن الله. مثلا انا شغال فرونت اند، فانا عاوز الفرونت اند يفكر بشكل مختلف عن الباك اند وهكذا. تمام. بالنسبه للمودلز دي حاجه مهمه جدا، يمكن انا عامل اول اربع، يعني كلود انا بحبه بشكل كبير جدا. هو بصراحه هو حتى الان في شهر 12 2024 وشهر 11 2024 هو افضل حاجه. الكورسر سمول ده جميل برضو للتشينجز الصغيره، هم اللي مدربينه. 3.5 و4 شايف قدام فانا شلتهم. 4 تربو ده لو انت عاوز تعمل كونتكست كبير، يعني عاوز تديله دوكيومنتس كتيره، هيبقى جميل. 4 تمام. 4 ميني او 1 بريفيو براحتك، يعني دي المودلز انت تعرف تبدل فيها براحتك يعني. هنا بقى بيقول لك ايه، لو انت مش عاوز تحاسبنا على $20 كل شهر، ممكن تحط الكيس بتاعك ويبقى منك لشات جي بي تي على طول، او منك لكلود، او منك لجيميناي. انت تحط الاي بي اي كي بتاعك وهم ايه تعامل معاه، يعني مش هيخصموا منك ال $20 كل شهر. بس انا ما افضلش كده، افضل انك تشتغل على السيستم بتاعهم يعني. بالنسبه للفيتشرز، فانا لو غيرت فيتشرز قدامك انت غالبا مش هتفهم كل اللي اقصد بيها ايه. فانا الكورسر تاب والكمبوزر والكلام ده كله، يعني هنمسك مثلا الكورسر تاب ونشرحه، وبعد نشرح ايه هي الفيتشرز دي عشان تبقاش ماشي ورايا على الفاضي. احنا وقفنا عند الشاشه ديت وقلنا هنتكلم عن الكورسر تاب والكمبوزر والشات وكل الكلام ده كله، بس عشان نفهم كل حاجه معناها ايه اصلا، محتاجين ان احنا نعمل مشروع وبعد كده نمسك التعديلات بتاعتها. هخش هنا اعمل مشروع مثلا. اوكي، عاوز اعمل اوبن فولدر، ولنفرض هنا هعمل واحد جديد مثلا اسمه كورسر. اوكي، هعمل فايل جديد اندكس اي حاجه بقى، يعني عاوز اعمله باي دوت بايثون دوت بي اتش بي، اعمل اي حاجه مش هتفرق. ونفرض هنا هعمل مثلا ليست. تمام. انا لو اتكيت تاب هو هيكمل بقيه ده طبيعي جدا، يعني بيدي اقتراحات زي اي اقتراحات عاديه. هنا كتبت مثلا فور، فهنا ايه لو خدت بالك ما اداليش الاقتراح كامل، ما اداليش فور وكمل، لا ادالي يا دوب اول سطر بس، فهعمل تاب فيدي تاني سطر هكذا. دي عشان نبقى نفهم دي كلها اسمها كومبوزر تاب. فانا لو فتحت هنا السيتنجز تاني احنا كنا فيها الفيتشرز اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده اسمه الكومبوزر تاب. فهنا دي الفكره، اول حاجه طبعا هتعمل له انيبل البارشل اكسبت، لازم براحتك اعملها انيبل بحيث اللي هو يديك البارشل، مش لازم يديك الاقتراح كامل، يعني يديك حته حته بحيث انت اللي توجه الموضوع اكتر. الكورس بريدكشن طبعا انت عاوز تعمل له بريدكشن تريجر ان كومنتس، بحيث انك تكتب له كومنت فهو راح جاي عامل لك، يعني لو كتبنا هنا مثلا ميك سورت فانكشنز، تمام، راح جاي عامل لي فانكشن بتعمل سورت للليست. ده بناء على الكومنت. الاوتو امبورت ده لما يديك اقتراح والاقتراح ده يتضمن اللي هو لازم يمبورت حاجه مثلا من مكتبه، فهو يعملها لك. هي حاليا مش شغاله غير في التايب سكريبت والبايثون، فهتعمل انيبل للاثنين. اوكي، انا هخلي الكمبيوتر في الاخر، يعني هننزل ممكن نخش على الشات بقى. لو جيت هنا اتكيت كنترول ال هلاقي الشات فتح معايا. الشات ده ايه فكرته؟ يعتبر شات جي بي تي او اي موديل انت عاوزه تقدر تكلمه. انت حطينا من هنا بتختار الموديل اللي انت عاوزه، انت ممكن تختار كلود جي بي تي. فاكر الموديلز اللي احنا اخترناها كلهم هتلاقيهم هنا. بشكل عام انا بحب 3.5 سوليد، يعني اختار اللي انت حابه طبعا. هو هتلاقيها بتختلف مش كل سنه، كل شهر مين بيبقى افضل واحد. هنا بقى بتقول له الكوماند اللي انت عاوزه، مثلا هقول له ميك مثلا سورت فانكشن تاني اي حاجه.
خدت بالك مثلا هو عمل لي سورت فانكشن ما خدش باله بالكونتكست اللي هنا. ايه السبب ده كله بقى؟ نرجع بقى هنا هنعمل اوبن كورسور هنا سيتنجز، هنا دي اعدادات الشات. حلو. هو بيقول لك انت عاوزني كل ما اجي اعمل لك حاجه ادور على النت؟ لا انا مش عاوز كده طبعا، انا عاوزه ياخد من شات جي بي تي او من كل ده على طول، مش لازم يفتح يروح النت. في شات ستريم هو خليها انا اقفلها بحيث انها تبقى نازله بشكل كانها شات جي بي تي بالظبط يعني. هنا بقى ديفولت انه التكست دي لازم تقفلها، يعني لازم يبقى فيه كونتكست. انت لو عملتها كده اول ما تيجي بقى نعمل شات تاني هتلاقي لا هو واخد باله اللي فيه كونتكست. هنا الكونتكست ده اللي هو الفايل اللي احنا عاملينه. ممكن تكمل بقى نارو سكرول بار تمام، اوتو سكرول شات، شو شات هيستوري ايوه انا عاوزه، دي الفايلز اللي انا عاوزها لابس تمام. بس انا عاوز اشرح هنا بقى اكتر، انا خلاص هرجع هنا تاني واشرح بقى الشات بار هنا بشكل اكبر. هنا بقى لو رحت اديت له نفس الكوماند وقلت له مثلا ميك سورت فانكشن هتلاقي الموضوع مختلف، هتلاقي هيدي لي سورت فانكشن على الاساس اللي انا كاتبه هنا. هو هنا مثلا عمل لي البابل سورت على الليست بتاعتي اللي هي من 1 ل5. بس عاوزين بقى نتكلم هنا عن قدرات الشات ده، يعني هي تعتبر قدرات فعلا خارقه. يعني اول حاجه هنا انت هنا بتختار الكونتكست اللي انت عاوزه. انت عاوزه هنا شوف مقدار قد ايه. يعني هو مثلا هنا شايف لي الفايل ده، لو انا عملت فايل تاني مثلا سميته مثلا دوت باي مثلا. حلو. ورحت هنا في الاندكس مثلا اهو، انا في الاندكس، انا في الاب اهوت عاوز احط مثلا الاندكس معايا، راح جاي حاطط هنا بحيث ان يقدر يشوف الاثنين. حلو. هنا زي ما اتفقنا اللي هو بتختار الموديل. هنا بقى المنشن من علامه اد. انت ممكن تمنشن فايل كامل، يعني لو في فايل ممكن تحطه، عاوز تمنشن فولدر هتحطه، عاوز تمنشن جزء من الكود بتاعك اصلا، يعني لو انت عندك فانكشنز بقى وكده تقدر تحطها. هنا بيقول لك الكود اللي عندك اصلا قد ايه، بما ان الكود اللي عندي قليل مش عارف احط. عاوز تروح تسيرش على الويب، يعني مثلا تسيرش في اي ويب او في الويب بشكل عام. الدوكيومنتيشن دي بقى من الحاجات المهمه. يعني انت مثلا شغال ولنفرض اي لغه او اي فريم ورك، وساعات مثلا الشات جي بي تي بيبقى يعني مثلا الشات جي بي تي اخر تدريب ليه كان في شهر في 2023، ولنفرض مثلا ان في فيرجن جديده حصلت، فهو كل اللي هيدولك من القديم. فانت ممكن تحط هنا نيو دوكيومنتيشن وتحط له اليو ار ال، وما تيجي تتكلم معاه انت تكون ممنشن الدوكيمنت اللي انت عاوزها. يعني مثلا انا حاطط حاجه اسمها لانج جراف هو عشان هو ما عندوش الاندكس ده، وباجي بقى اطلب منه اي حاجه بعد كده. لو انت عاوز بقى تحط جيت ريبوزيتوري كامل نفس الفكره، ممكن اخليه يتناقش مع الكود بيس كله. هنا لما بحط الكود بيس هنا بيقول لك بقى انت الفايلات اللي تحطها، فهل كل الفايلات، هل بايثون بس، هل جافا سكريبت بس، الفايلات تكسكلود. معظم الحاجات دي يعني هتلاقيها كانها سيرش. انت مثلا لو انت عندك كود بيس كبير قوي وبتروح هنا بتساله انا عاوز الحته المعينه دي كانت فين. حلو. من الحاجات الجميله بقى اللي تقدر ترفع له ايمج وتقول له اعمل لي مثلا البتاع دي باستخدام اتش تي ام ال هكذا، يعني مثلا تروح جاي رافع له اللي هي من الايمج تكود على طول. اوكي دي بالنسبه للشات. في حاجه كمان جدا جميله اسمها كارسر رولز، هي لازم تيجي تفعلها برضو. هي كود في جنرال هتلاقيها متفعله بالاصل يعني. حلو. اهي الكيرسر رولز دي عباره عن الانستراكشنز بتاعت كل بروجكت. يعني انا مثلا شغال ولنفرض دلوقتي هشتغل انا دلوقتي بايثون. حلو. او قصدي جانجو او اشتغل وات ايفر الحاجه. في حاجه اسمها كيرسر دوت دايركتوري. لو احنا جينا هنا عملنا كيرسر دوت دايركتوري اوكي واخش فتح اهوت، دي عباره عن انستراكشنز. هي برومت برضو، يعني هي برومت ده في البرومت الكبير اللي كنا عاملينه في الاول. انت عندك كل ما تشتهي الانفس هنا، يعني اي حاجه هتلاقيها هنا حرفيا. يعني نفرض مثلا انا عاوز اشتغل دلوقتي مثلا فرونت اند فاشتغل رياكت. حلو. هو الافضل ما تاخدهاش يعني كوبي، يعني انت هتاخدها كوبي بيست بس عدلها برضو عليك. يعني انت مثلا هنا هو بيقول له هنا انت شغال رياكت ونكست، والله انت شغال ونفرض دلوقتي رياكت فخلاص هتشيل، مش شغال نكست هتشيل نكست مثلا. هنفرض انا هاخد دي احطها ومش هشتغل نيكست، فهشيل كل ما هو نيكست. اوكي همسحهم. دي انستراكشن. خد بالك بقى هو كل ما انت شغال في يعني في الدايركتوري او البروجكت ده هيبقى فيه حاجتين، هيبقى فيه اللي انت عملتها في الاول اللي هو الرولز فور اي اي، ويبقى فيه كل الكورسر رولز اللي انت حطيتها دي. هرجع هنا بعد ما عملنا الكورسر رولز خلاص بقى ده خلاص بتاع البروجكت. هرجع هنا مثلا اقول له مثلا هاو تو انستول رياكت، هاو انستول رياكت. هنا هيدي لي بقى اعتقد هيدي كذا اوبشن. حلو. يعني هنا بيديك كذا اوبشنز اللي موجوده والكلام ده كله. الميزه اللي هنا اللي كل حاجه متربطه ببعض، يعني التيرمينال متربطه بالليد متربطه بكل حاجه. يعني مثلا انا هنا هران فيت انا مش محتاج اخد الحاجه كوبي، بس انا مجرد ما هكتب له رن هو هيجي هنا هيرن لوحده، هيعمل كل حاجه لوحده. هنا بيعمل انستول للديبندنسيز دلوقتي على ماي رياكت بروجكت.
كل ده من ما عمل حاجه، مجرد تكيت رن وهو كل حاجه شغاله مع نفسها. هيعمل ام بي ام انستول وعمل له رن كمان، حلو، وفتح. انا هكمل، بس هنا بيقول لك لو انت عايز تحط تيل ويند او حاجه، ساعات بيدي ريكومنديشنز، ايوه، بس يعني بيقول لك لو انت عايز تحط ريكومنديشنز معينه، ايوه هعمل مثلا هانشرز تيل ويند بالنسبه لي، اوكي، وبيقول لي بقى هنا ابديت يور تيل ويند كونفيج، ابلاي. من الحاجات الجميله بقى انك تقدر تابلاي، حلو، فهو راح غير كل حاجه، فبيقول لك انا اكسبت الابلاي ده، حلو، وبيقول لك في الاندكس دوت سي اس اس سورس اندكس دوت سي اس اس، هو بيقول لك حط دول، خدهم كوبي المره دي، اوكي تمام. هنا بيشرح لك الدنيا كلها، بس احنا كده عملنا انشاليزيشن لرياكت. يعني لو احنا كده شفنا الفيتشر او الفيتشرز بتوعنا، احنا تقريبا اتكلمنا عن كل حاجه، اتكلمنا عن هو موضوع الاندكسنج دي ممكن تك بس ان ابلاي ان بيندكس نيو فولدرز بشكل عام. الدوكيومنتيشن اتكلمنا عليها، الشات اتكلمنا عليه، لسه التيرمينال والاديتور ما اتكلمناش عليه، هي والكمبوزر. انا كنت نسيت حاجه واحده بس، ده هنا هتعمل رن انستولمنت دي، عشان انا يا دوب عملت كونفيجريشن بس ما عملتش انستولمنت للبوست اس اس او تيلويند او هكذا يعني. بس انت مجرد ما هتعمل رن هيرن معاك عادي، حلو. انا تقريبا عامل الانستولمنت ليهم كلهم، وبعد كده هتعمل ام بي ام ران ديف عادي. مثلا هنا انا بكتب ان بي ام ران ديف، طب انا مش عاوز اكتب، انا مش عارف الكوماندز اصلا. فالميزه كمان بقى اللي ممكن هنا تكتب، يعني تكتب انت عاوز ايه وهو يعمله لك. فهنا الاي اي بقى في التيرمينال برضه، مثلا هتعمل كنترول كي، اكتب له مثلا ايه ران ذا ابلكيشن مثلا، فهو عارف اللي هو هيكتب ان بي ران ديف، مجرد بس ما هتك انتر خلاص هيشتغل. طب لو احنا عاوزين نكونفيجر بقى التيرمينال دي نعمل ايه؟ هنيجي هنا عند السيتنجز في الفيتشرز، اوكي هننزل بس هتلاقي اخر حاجه. انا بالنسبه لي انا بشغل كل حاجه ما عدا بس يوز بريفيو بوكس فور تيرمينال. شفت البريفيو بوكس ده؟ هو كان هنا كتب لك على طول في التيرمينال ام بي ام ران ديف، تمام. لا هو ممكن يكتبها لك هنا وانت تاخدها كوبي بيست والكلام ده، فانا شايف اللي هو لا، الافضل يكتبها في التيرمينال وانا توب اكتب وطبعا كل واحد براحته يعني، فاهم، ريكومنديشنز لكل واحد يعني. انا لو رحت هنا رياكت شغال عادي، في كذا بقى فيتشر. انا مثلا هنا انا كل ده شغال في الشات. طب انا لو عاوز شات جوه، انا عاوز اغير حاجه هنا مثلا، احط لون على البوتن ده مثلا، ونفرض يعني بعمل هنا كنترول كي، هيطلع لي شات جوه الاديتور نفسه، اقول له مثلا اد سلام كولرز مثلا اي حاجه، فانا حاطط لي الكولرز، هعمل اكسبت، حلو، اروح هنا للكاونت هلاقي بقى واخد لون. ممكن اقول له مثلا له تاني ميك ات ريد، اوكي بقى احمر. فدي كنترول كي. فعندنا كنترول كي بتعمل حاجتين، لو انا في التيرمينال بقدر اكلم اي اي جوه التيرمينال، او انا جوه الاديتور بقدر اكلم الاي اي واغير الحاجات اللي انا عاوز اغيرها جوه الاديتور. نيجي هنا مثلا انا عاوز اغير اللاندنج بيج دي، يعني اللاندنج بيج دي مش عاجباني مثلا اي حاجه، بس معلومه صغيره، هو الاندكس سي اس اس هنا بس حافظ على شويه اللي فوق دول، يعني دي كلها فيتشر سي اس اس انا اللي حاططها، فمش هيبقى لها لازمه بالنسبه لي. وهرجع هنا مثلا اقول له ايه ميك لاندنج بيج فور مثلا ترافل ايجنسي. هو هنا هو شاف الكونتكست بتاع الاب، فبيكتبه لي تاني. لسه ان شاء الله هنخش على كومبوزر ده بقى، فمش هنحتاج الكلام ده كله يعني هنا استخدمه في الحاجات الصغيره. الحاجات الكبيره بقى الضخمه الكومبوزر هيقدر يedit وياد اصلا فايلز واحنا ما بنعملش اي حاجه. اوكي انا عاوز ده اعمل له ابلاي، اخد كوبي بيست واحطه، وممكن اعمل له ابلاي على طول. فانا اعمل ابلاي على طول واكسبت الابلاي. هو كان بيقول لي هنا طول حاجه معينه، ايوه اعمل رن، بيعمل رن تحت اهوت. هرجع بقى اشوف الدنيا وصلت لايه، بس طلع كل ده ما حددتلوش اي حاجه، انا قلت له بس لاندنج بيج وخلاص. انت بقى ممكن تخش هنا تتشات معاه لغايه ما تظبط، تعمل اوبتمايز ليها جدا يعني، وتمسك بقى كل حته سواء بقى الهيدر والفوتر، تقول له مثلا اد فوتر وهكذا يعني. تمام. هو هنا عمل لاندنج بيج. نتكلم عن اهم حاجه في كورسر الا وهي الكورسر كومبوزر. ايه فكره الكورسر كومبوزر؟ انك بتكتب بتedit وبتكريت مالتيبل فايلز في نفس الوقت. هنشوفها بمثال عملي. اول حاجه بوصل ازاي للكورسر كومبوزر، بتك كنترول شيفت اي، حلو، فبيفتح لي الكومبوزر. الفكره هنا انت بتديله كوماندز انت عاوزها او تديله الريكويرمنتس اللي انت عاوزها. انا عاوز اعمل حاجه معينه، بس افضل حاجه من وجهه نظري انك تروح مثلا لكلود او شات جي بي تي وتقول له ريكويرمنتس عاوزها، هتاخد الريكويرمنتس وتحطها. يعني مثلا انا هروح هنا لكلود مثلا واقول له ايه رايت requirements for landing page travel agency. انا مش عارف requirements تبقى ايه اصلا. ممكن تاخدها مثلا من كاستمر وتحطها،
بس دي هيديك هنا حاجات عامه بشكل كبير جدا هتاخدها بسهوله. فهنا مثلا هو بيحضر له الهيدر فيه ايه، الهيرو فيه ايه، السكاشن هيبقى فيه ايه، الفوتر هيبقى فيه ايه. فهي الفكره كلها الكرسر كل ما اديت له انستراكشن اكتر كل ما تعرف تتحكم فيه بشكل اكبر. حلو. اما يكتب الكومبوزر احنا ممكن نتحكم في حطه بقى يمين واحط شمال والكلام ده كله. انا بحب على نفسي بالشكل ده كده، بكبره شويه بس. هنا انت ممكن تغير الموديل لو انت عاوز، انت تشوف الموديلز اللي انت عاوزها. اوكي. على ما يخلص برضو في حاجه اسمها نوت بادز. النوت باد دي هي فكره كلها انستراكشنز، في انستراكشنز معين مثلا في دماغك، في فكره معينه في دماغك فبتكتبها هنا، وتقدر تعمل لها منشن في الكومبوزر او ممكن تعمل لها منشن في اي حته عموما سواء في الشات او في الكومبوزر. حلو. هو زمان خلص دلوقتي، هاخد بقى الكلام ده كله، خدها بقى كده والله، ناخد كله كده اهو كوبي هيت هنا. تمام. قلت انتر. الفكره بقى هو هياخد الانستراكشنز دي ويبتدي يعدل على المشروع عندك، وانت تبقى شايف التعديلات هو بيعملها. يعني هو بيقول لك انا هعمل التغييرات دي في الاب اهي. اعتقد لو احنا خدنا المره اللي فاتت هو كان غير في الاب بس، المفروض دلوقتي كده هيبتدي يعمل زي كومبوننت فولدر كده يحط فيه الكومبوننت. طب خلاص تعالى نشوف هو عمل ايه بالظبط. شوف الشكل بقى ايه دلوقتي. هو مجرد حط الهيدر والفوتر وكده. طب خلينا نكتب مثلا write technical requirement for hotel list page. مثلا انا عاوز اعرض الهوتيل ليست بيج تبقى شكلها ازاي، فهو يكتبها لي نفس الفكره برضو. يعني انا رحت ممكن اكلمه هنا واقول له مثلا make component folder and component، وممكن اقول له مثلا add footer section. تمام. هنا خليه يعمل لي ابتدى يحط النافبار في حته، يعني المفروض بقى يعمل فوتر في حته وهكذا. يعني ابتدي يقسم الدنيا بدل ما هي كلها سنجل بيج كده يعني. تمام. ده اللي انا كنت عاوزه. انا ممكن بقى يعني اقعد اوجهه. تمام. نقعد الاب بقى. خلينا نجرب كده، هناخد اكسبت ونشوف ايه الشكل بقى شكله ازاي. هنا ده اللي عامل ده دلوقتي عامل لي الريكويرمنتس بتاعت. خلينا نشوف بس الدنيا فيها ايه دلوقتي. add مثلا section from line can reserve ومثلا hotel and lights. انا كل ده عمال اعدل عليه وهو بياخد وبيدي وهكذا. دي يعني حاجه في كرسر صراحه مش طبيعيه. انا يمكن حاجات في حاجه اسمها بولت وحاجه اسمها في 1 القطارات دي، بس ميزه ده اللي هو شغال معاك في كل حاجه يعني مش فرونت اند بس. يعني بولت وفي 1 ده ان شاء الله هنشتغل فيها بس دول شغالين فرونت اند بس. ده بقى شغال معاك فرونت اند باك اند، حط اللي انت عاوزه في الموضوع كله. بس يعني بشكل عام انا شايف انك تجمع الريكويرمنتس مثلا من شات جي بي تي مثلا او كلود او وات ايفر، وتيجي تديها له وتروح وتيجي معاه بقى لغايه ما توصل للحاجه اللي انت عاوزها. تمام. هو هنا لسه عمال يكريت الفايلات اهوت. مظبوط. تمام. لا جميله يعني كل ده من غير ما، والهوتل عملها برضو والفلايت، كل ده انا كاتب سنجل لاين اوف كود. ممكن بقى اقول له مثلا غير الباك جراوند وهكذا. بعدين بقى اخش على الباكجز دي اقول له مثلا حط لي حاجات في الباكجز، حاجات في الديلز وهكذا، عشان ما بقاش بس كله في فرونت اند برضو. مثلا انا من الحاجات اللي بحب استخدمه جدا في اودو صراحه. يعني هو يعني انا هدي مثال كده. رو شيفت اي. لو انت خدت بالك كده فوق ما تحطش فايلز يعني، لان هو كلها هنا جافا سكريبت ورياكت وكده، فانا عاوز احسسه اللي هو في حاجه منفصله يعني. اقول له مثلا ميك اودو موديول automatically one power please مثلا. دي من الحاجات الجميله يعني. هيروح جاي يعمل requirement analysis، هيشتغل مع نفسه وهتشوف كل حاجه اللي فعلا قويه جدا جدا جدا. يعني سواء في اي حاجه عاوز تحطها بقى في جيم ديفلوبمنت، في اب ديفلوبمنت، في اي حاجه في الدنيا هتلاقيه شغال معاك زي الفل. فالكمبيوتر فعلا من الحاجات بقى القويه جدا تقدر تمشي معاك على طول. في كمان حاجه انا ما قلتهاش، اكسبت اقول اهو مثلا انا خلاص قفلت هنا الكمبيوتر. حلو. انت هنا الدنيا ماشيه معاك. طب انا دخلت مثلا هروح جاي قافله وشغال بقى في اي حاجه ما اعرفش ايه. فانا مثلا عاوز ارجع للشات تاني، كنترول اي على طول هيرجع لي للشات الاخير اللي كان ما بيننا. حلو. واقدر بقول له اعمل كذا مش عارف ايه بدل ما افتح الحاجه الكبيره. طب انا عاوز اكبرها برضو من هنا. يعني هعمل اوبن كنترول بانل. اوكي. كنترول شيفت اي هتفتح معاك بالشكل الكبير. اوكي. بس نتكلم على اي اي تولز مختلفه هتساعدنا مع كرسر، بس هتعلي البرودكتيفيتي بشكل يعني لو كرسر هيعليها 10 مرات لا ده هتعليها 100 مره تقريبا، خصوصا لو انت فرونت اند. في عندنا في 0 وفي عندنا بولت.
بولت هو يمكن الفيرجن الجديده من في 0 رياكت، بس بولت دوت نيو دوت في حاجات اكتر كتير صراحه يعني. ده البرايسنج بتاعه هو هتدفع حوالي $20 في الشهر. في بقى حاجات استراتيجيز اكتر في البرايسنج بتاعته. ولو انت هتدفع ييرلي انا ما ارجحش انك تدفع ييرلي بشكل عام يعني، لان ايام زمان كان في 0 ده كان هو اجمد حاجه. مفيش شهرين ثلاثه تلعب بولت، مفيش شهرين ثلاثه هيطلع حاجه تانية. بس خلينا ازاي نستعمل بولت بس في الاول. مثلا اجمد حاجه من وجهه نظري انك تروح تفتح مثلا حاجه زي شات جي بي تي او كلود او وات ايفر، وتطلب منه ريكويرمنتس وتدي ريكويرمنتس مثلا للبولت. فانا هكتب له مثلا هنا ايه رايت requirements for مثلا انا هبني سي ار ام. تعال نشوف هنبني سي ار ام في قد ايه. مثلا ليست فيو ليست كانبان ورمي فيو. من الحاجات الجميله برضو انك ما تاخدش كل حاجه مره واحده، خليها حته حته. هي مثلا ايه رايتر كومنت فور بيلدينج سي ار ام، هي احنا فور فرونت اند. وبعدين هنا هنشوف هنخش هنا هو بولت شغال الباك اند بس مع نوت جي اس. في المستقبل هتلاقي انا متاكد كمان شهرين ثلاثه هتلاقي حاجات زي كده، فانت لازم دايما متابع الدنيا يعني. الميزه بقى في بولت انت هتلاقي هنا نيكست بقى سفيلت كل الحاجات اللي انت عاوزها، طبعا تايب سكريبت ورياكت والكلام ده كله. اوكي اهو ماشي. انا هاخدها له مثلا هنا هقول له بقى اعمل لي ميك واحط له الريكويرمنتس اللي هو حاططها. ماشي هو حاطط حاجات كويسه. كل ما تقسم التاسكات بتاعتك لتاسكات صغيره واحده واحده تهاله هيطلع لك حاجات اجمل كتير يعني. الميزه بقى في هنا اللي هو هيبني لك الحاجه قدامك، وفي نفس الوقت هيروح جاي عامل رن للابلكيشن وهتشوفه. يمكن انا مستني بقى الفتره اليوم اللي هيبقى فيه في باك اند مع فرونت اند والدنيا هتبقى داتابيز. في حاجه بتعمل كده اوريدي اسمها ريبليت، مش عارف ممكن نبقى اعمل لها فيديو هي اخر. بتعمل بقى فرونت اند وباك اند وبتانيشيت داتابيز وكل حاجه. ممكن اعتقد نبقى نعمل لها فيديو يعني. ميزه برضه اللي هو هنا يعني ايربلت مش مديك فري تراي، اللي هو لا انت بتخش تدفع على طول. على عكس هنا بيديك على الاقل غالبا يعني بيحسبك بالتوكن يعني. هو اهو بيقول لك 31,000 توكنز كل يوم، بس لو يعني هتلاقي حوالي 4 5 برومت في الاخر يعني. ماشي هو كده خلص حلو يعني. انا راضي على الدنيا. سبورت بايب لاين سيلز عمل جميل جميل جدا، عاجبني الحوار ده يعني. عمل سيلز بايب لاين سبورت بايب لاين من الحاجات الجميله. ممكن اقول له مثلا اد سم ثيم تو ات. انا فاضل لي دول 2000 بس توكنز، اتمنى يكفوا. بس هي الفكره كلها انك بتكمل معاه الدنيا. احنا ممكن ناخد نفس الفكره دي ونحطها بقى في في 0 ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي في 0 شوف مين هيطلع افضل. هو نفس كل حاجه يعني، هتلاقي نفس التفاصيل كلها، بس ده رياكت وده في كل حاجه يعني. طب جنب بعض كده. هو هنا كان بيعمل سيم، المفروض هنشوف بقى يوصل لايه بالظبط. اوكي ماشي لطيف. حط سيم مش وحش. انا قلت له سيم ما حددتلوش حتى الوان، فهو حط الوان من عنده. هنا ممكن تحط الوان اللي انت عاوزها. مثلا عاوز فلتر فتقول له اعمل فلترز هكذا بقى يعني. تقعد تروح وتيجي معاه. انا اعتقد مثلا ممكن تعمل مشروع كامل في حاجه بسيطه يعني. انا كنت عملت حاجه زي امازون كفرونت اند حوالي مثلا اقل من ساعه. انا شايف الحاجه جميله، وخصوصا انت مش بتكتب كود يعني. انت كمان بقى لو بتكتب كود كمان حاجه بسيطه تخش تعدل تحط الحاجات اللي انت عاوزها، الدنيا تبقى احسن معاك كتير. تعالى بقى نشوف بقى ايه اللي حصل في في 0. هو تقريبا حط نفس التفاصيل والسكرين تمام. ممكن بقى نروح نكمل requirements بس من عنده. أنا ممكن اقول له هنا add مثلا filters and capabilities مثلا. في بقى ميزتين هنا. انت هنا ممكن تروح جاي عامل ديبلوي بعد ما تخلص، سواء هنا يعني اول ما تتك ديبلوي هيعمل لك ديبلوي وتقدر تاخد لينك للموقع. وممكن تعمله داونلود تكمل عليه انت بقى، مثلا تكمله فرونت اند باك اند تحط الحاجات اللي انت عاوزها. ده نفس الفكرة. خلص. لا عجبني التفاصيل، وحتى الاختيارات هو اللي حاططها مش انا اللي حاططها. لا شغاله يعني. بتكتب الحاجات المفروض لما تيجي تحدد له تروح تكلم كلود الاول وتشوف الريكومنتس اللي انت عاوزها تحطها. التيم اوكي لا جميل. ما عملناش ما كتبتش ولا كود وعملت حاجه زي كده وما حطيتش سيم كمان. الدنيا جميله. انا اتمنى اي حد فرونت اند يستغل الكول اللي فيها دي. البرودكتيفيتي بجد اللي هتعلى عنده بشكل كبير جدا. بس وده كانت نهايه كورسر والاي اي تولز بشكل عام.